ومبارح كان عندي ناس واحد عمل له موضوع عجيب خلاص. قام جاني قال لي يا شيخنا، قال لي انا دار عريس شكله كده يعني ما من النوع بيشوف الغنى حرام. قال لي دار اعرس وبعدين الناس جايين للحفله وانا ما حكلمهم، هقول لهم خلاص في حفله ايه، بعدين هم حيتموا كلهم يجوا للحفله، تجي تعمل لنا محاضره. قلت له اسمع، ما في كرسي بيجي طاير ولا صحن، قال لي اي حاجه بيجيك ما في. قلت له انا بمشي لك. فعلا مشيت لهم امبارح، النسوان ديل جو لابسين اخر لبس قاشرات، قايلين الحفله جايه والفنان والساونات دي يرصوا فيها والمسرح والرجال. بس انا جيت قعدت اليوم والله نطط عيونهم. كان ده امبارح نطط عيونهم، لكن اتبهتوا زول قدر يقول حاجه ما في. قلت له اول حاجه انا دار اوريكم قبل ما اتكلم انا المقعدني في المحل ده شنو. اول حاجه دار اجاوب لكم على السؤال ده. قلت له في الاجابه على السؤال كالاتي، قلت له شوفوا يا اخي، الغنى الناس تحدي وللغايه حلال ولا حرام؟ اعتبروا حلال. الخمج اللي بيحصل معه ده حلال يا اخي. في غنى حفله في نادي، اول حاجه مجانا بقروش. قلت لهم انا بشتغل مجانا وبالمويه بس. في ناس بيسلكوا بحاجات تانية عشان يغنوا، كان ما عمل حاجات تانية ما بيقدر يغني. انا مويه بس، مياه غازيه بتنفع معي، مويه بس. شفت اشرب لكم المويه دي وانضم لكم. بعدين قلت لهم ده الامر الاول. الامر الثاني، الغنى حلال وحرام خليه. الاختلاط اللي بيحصل والنسوان اللي بيجوا لابسين احسن لبس والغنى الفارغ اللي بيحصل ده حلال. طيب قلت لهم، ودي النقطه دار اقول لكم، الغنى تعتبروه حلال، والاختلاط حلال، والعروس تجي لابسه احسن لبس وتغني بوسط الرجال حلال، والبنات تجي مكياجات حلال، وبتاع الكاميرا يصورون وفي تلفزيون. قلت لهم التلفزيون ده ما جبتوا الليله مالكم، انا ما عاجبكم ولا شنو؟ يجيبوا البنات في التلفزيون، وحدات يوقفوا صورتهم في التلفزيون، كله يعتبره حلال. والغنى حلال. الايام دي عندنا مشكله في غزه، وقفوا الاغاني لحد المشكله تنتهي. يا اخوان حسب شو مشكله في غزه؟ في ناس يغنوا يا اخي ما حرام، مش قلت حلال اي، لحد ما نشوف القضيه دي تمشي لوين، ولحد ما الازمه دي تنتهي اجيب لكم ان شاء الله شهر ثاني غنوا ما في مشكله. ناس ينزفوا وناس يعزفوا